تخيل معايا تمثال صغير لكن حجمه كبير في الفكرة. ده تمثال الكاتب الجالس، واحد من أول الأعمال اللي في التاريخ بتحتفي بالعقل قبل السلطة. مش الملك، مش القائد، لكن الفكرة والمعرفة هم البطل الحقيقي. التمثال اكتشف في سقارة جنب مقابر الدولة القديمة، وكان معمول من الحجر الجيري بدقة متناهية. الكاتب قاعد على الأرض، ركبته مرفوعة وفي إيده لفائف ورق. الوضعية دي بتظهر التركيز والانتباه، وكأن المصري القديم بيقول العقل أداة الخلود والسلطة. العلماء لاحظوا تفاصيل مدهشة، العيون محفورة بطريقة تخلي التمثال كأنه بيشوفك لحد النهاردة، والإبهام اللي ماسك القلم بدقة كأن الكاتب مستعد يدون كل أسرار الحياة والملوك. قبل نقله للمتحف المصري الكبير كان موجود في المتحف المصري بالتحرير، وعرض لسنوات طويلة كرمز لحضارة كانت بتقدر الفكر والإبداع بقدر ما بتقدر القوة والسلطة. وانت واقف قدامه النهاردة بتحس ان الرسالة واضحة، السلطة بدون معرفة ملهاش قيمة، والفكر هو اللي بيبني التاريخ.